السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، والتحية لشرفاء الجيش، ونال الله الخونة الجبنة العملاء أبناء الشعب السوداني. رسالة موجهة لوالي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة، ورسالة موجهة لهباني، ورسالة موجهة لعلي الزبير حميدة، ورسالة موجهة للعمدة الجيلي هاشم مكي. الخطر الجاي على الولاية ما شوية، والتفلتات اللي بتطلع من هناك كلها أصبحت تفلتات من المرتزقة والدعم السريع والجنجويد، أصبحت تفلتات كلها بالملابس المدنية، وبيقوا يجوا 3 و4 أي زول من شمال النيل الأبيض يسوقوا عربيته يقتلوه، طالع من الخرطوم تلقوه في الشارع يقتلوه، يركب عربيته يشيلوا تلفوناته يشيلوا قروشه، وده ما مشكلة. المشكلة الأرواح، أصلا ما مشكلة كونه بيجيك في مالك سامحتك، لكن المشكلة الأرواح دي. الآن يا سيد الوالي، يا قيادات بحر أبيض، يا قيادات بحر أبيض، الناس انتم حكومة أكبر من الوالي، انتم نظار الولاية، وباعتباركم الإدارة الأهلية، وانتم مسؤولين من الإدارة الأهلية أكثر من الوالي. الوالي ده زول موظف وصاحب وظيفة، يا هو قاعد لكم في مقعد ومسؤول جدا من الولاية، لكن مكة أدرى بشعوبة، فانتوا أدرى من الوالي. الوالي هسي لو قعدت معاه وقلت له عارفين الغرة ديل، عارف الغرة وعارف الطرق وعارف العمدة فلان وعارف دي قبيلة فلان، والله ما عارف أي حاجة. قول ليكن وش لوش. الوالي ده ما عارف أي حاجة غير الولاية، ما عارف حاجة. لكن انتوا عارفين الولاية دي بالغرية، بالحي، بالقبيلة، بالفرع، بالعمدة، بالشيخ، بالشرتاية، كلكم عارفينها. ما غريب عليكم، الولاية دي ولايتكم انتوا، الولاية دي ولايتكم انتوا، وانتوا المسؤولين منها، وانتوا اللي بقوكم ناس الولاية دي قدامكم. فما بنسمح لأي تفلتات تخش الولاية من المرتزقة والجنجويد. الولاية دي حدودها معروفة، في النيل الأبيض بالشرق وفي النيل الأبيض بالغرب، معروفة تماما. فما عليكم إلا بتنسيق من الولاية، استخبارات، جيش، حاميات، ارتكازات، تكون مفتحة تماما. ولازم في الارتكازات بالغرب وبالشرق يكون عندهم نقطة، والله عندهم تلفونات مخصصة لناس الغرة، تلفونات مخصصة لناس الغرة. يعني الارتكاز ده قاعد في بحليف، مش يكون من الشرطة بس، يكون من قيادات الجيش، يعني تكون فيه حامية في بحليف. أهم حاجة ويتو لازم ناس الولاية لازم تكون عندكم حامية في بحليف، ولازم تكون عندكم حامية في المربط بتاع النيل الأبيض، تكون حامية كبيرة للأبد، مش الليلة بس، تكون حامية من ولاية النيل الأبيض، عشان ما تكون الحامية في كوستي بس. الحامية في كوستي دي ما عاملة حاجة، لا قاعدة في الحدود بتاعة النيل الأبيض في تندلتي هناك، ولا قاعدة في الحدود بتاعة ولاية الخرطوم. الحامية في كوستي دي حامية ما بتحمي حاجة، ما حامية حاجة، دي قاعدة بس في نص الولاية. فحامية تكون في نص الولاية دي ما بتوفي لنا حاجة. نحن لازم الحامية تكون في راس الولاية، من الآخر للأول، يعني تكون هناك في تندلتي. الدخول بتاع تندلتي مفترض أي مرتزقة ما تخش ولاية النيل الأبيض. المدخل الجاي من سنار لازم تكون في حامية من هناك، ما في اي مرتزقه تخش ولا تفلتات. يعني لو سرقت عربيه تتصل لهم هناك تقول لهم يا اخي اسمعوا جاياكم لوحه بتاعت عربيه كده كده سرقت. فالتنسيق ده منو اللي بينسقوا؟ الناس اللي بينسقوا ما تقولوا نحن ما عندنا شغله، ما تقولوا نحن النظار مثلا ما عندنا شغله، لا عندكم 1000 مليون شغله. انتوا المسؤولين من الاهل، وانتوا المسؤولين من الناس اللي بقوكم قدامهم ديل. الوالد جابوا لكم جيبان، لكن انتوا ديل بقوكم ناس الولايه ديل.
انتوا ناس ولايه النيل الابيض دول هم اللي بقوكم قدامهم. عشان كده لازم يكون عندكم ترتيبكم ما عموديه ولا عمه ولا عصايه، لا ما كده، ما هيبه. ترتيبكم لازم تعاينوا وتسالوا من مشاكلهم الداخليه والخارجيه، لازم تكونوا مسؤولين منهم. لازم تكون عندكم فزع تفزعوهم، اذا ما فزعتوهم كيف انتوا نظار بالنسبه لهم؟ فانتوا لازم حاليا تقعدوا من يوم باكر ولا بعد باكر، من يوم باكر لازم تقعدوا تمشوا تقعدوا مع الوالي وتنسقوا مع الوالي ده. مكتبكم بتاع مجلس الشورى بتاعت الاداره الاهليه بتاعت ولايه النيل الابيض كله تمشوا تنسقوا مع الوالي ده، تقعدوا مع الوالي ده، تشوفوا انه الوالي ده شغال شنو، متابع ما متابع، شغله بس بانه يا اخي يدوه اشاره ناس الخرطوم يقولوا له تعال تجي، لا. نحن لازم نضارف كمان على اهلنا. نحن هسه الخبر الجانا ده ما يمكن تكون في مفلتات بعد ابو حليف، ما يمكن تكون في مفلتات بعد القطينه. ليه الناس دي تكون قاعده الجنجويد دول يكونوا قاعدين في القطينه وانتوا ساكتين؟ ليه؟ دول ما ناسكم، دول ما اهلكم، دول ما الناس اللي بقوكم قدامهم. ليه؟ مفترض انتوا تكونوا مربوطين مع الوالي. انتوا تلفون الوالي ده يكون عندكم انتوا ديل. اذا ما كان عندكم انت هباني وعلي الزبير والجيد هاشم، اذا ما كان عندكم تلفون الوالي وناس الحاميه ديل، اذا كان ما عندكم انتوا تواصل معاهم، فكيف تربطكم بالولايه انتوا؟ ليه تربطوا بالولايه؟ يعني لازم تلفون الوالي ده يكون عندكم مباشر. المكتب بتاع الوالي ده ومكتب الاستخبارات، رئيس الاستخبارات بولايه النيل الابيض، مفترض تلفونه يكون عندكم، تلفونه يكون رقمه في تلفون اي واحد فيكم انتوا ديل. يعني لازم، ما في حاجه اسمها مثلا زول مشيل تلفون حق زول، لازم الزول يكون تلفونه في يده وبعد ذاك يتصل له. لكن انت مش ما بتشيل تلفون بتاع زول وما بتوصل ليه، يعني لازم توصل رسالتك له. اي استخبارات في النيل الابيض، يعني انت من هنا ده تلفونك بتاع النيل الابيض ده يكون عندك في تلفون تتصل عليه اذا كان في اي حاميه. لكن انت اذا كان ما بتشيل رقم التلفون، فكيف التفلتات اللي بتجي في ولايه النيل الابيض بتجي بعد ابو حليف وبتجي بعد القطينه بغادي؟ انت ما شغال بها شغله. فنحن لازم رسالتنا توصل له، ولازم تنسقوا وتقعدوا مع الوالي ده. انت الجيل هاشم مكي ده العمده ده وعلي الزبير حميده ويوسف هباني، لازم تتحركوا تقعدوا مع الوالي ولايه النيل الابيض ده، لازم تنسقوا معاهم عشان ما تكون في تلفات. عندكم ناس ابرياء في الحدود بتاعت النيل الابيض، الحدود بتاعت النيل الابيض مع حدود الخرطوم، يعني الناس دي بتجي من هناك بتنزل بيجوا من هناك، كيف انت بتخليهم؟ تفلتات اللي بيجي مسؤول منها منو؟ مسؤول منها الوالي، الاستخبارات بتاعت الولايه. يعني انت داير الاستخبارات بتاعت النيل بتاعت الخرطوم، والله العساكر بتاع الخرطوم يعني يخشوا لك انت هناك، يخشوا لك هناك يحموا لك النيل الابيض؟ ما بيحموا لك النيل الابيض ولا بخش عليها. والله لو ماتوا النيل الابيض كلهم ما يجوكم، ما بجوكم. انتم مسؤولين ناس الولايه دي، يلا ناس الولايه دي المسؤولين. الاستخبارات دي لازم تكون في الحدود، لانه دي حدود الخطر، دي الحدود بتاعت الخطر، لازم يكونوا مع الحدود، لازم الحاميه تكون مع الحدود، لازم الجيش يكون مع الحدود، وانتوا التنسيق ده يكون منكم انتوا. ما في كلام زي ده. اذا اصلا ما بتوصلوا رسالتكم وما بتقعدوا مع الوالي وما بتنسقوا معاه، فقولوا احنا ما بننسق. لكن لازم رسالتكم توصل الوالي وتنسقوا معاه، لانه الخطر الجاي من التفلتين الجايين من هنا كلهم في حدود بتاعت المندره وبتاعت الشيخ البشير وبتاعت اللايدل، كلهم بيشيلوا من هنا عربات الناس، بيسرقوا بهايم الناس، بيمشوا بيسرقوا، بيجيبوا في الجمعيه يسرقوا البهايم من هناك بيجوا يضبحوها. يعني هلكم كلهم في المندره من هناك بيسرقوا بهايم بيجيبوها هنا، ده يجيبوها بيضبحوها ناس الجنجويد شغالين ضبح فيها. يعني امبارح في امبارح بغادي شغالين فيه ضبح. ليه؟ ما في استخبارات، الحدود بتاعت الولايه معناها ما فيها حاجه. فلازم لازم 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 شنو تكونوا انتوا عارفين وانتوا المسؤولين، لانه الرعايه دي رعايتكم انتوا يا سياده النظار، الرعايه دي رعايتكم انتوا المسؤولين منهم. فانتوا بتوصلوا صوتكم ده للاستخبارات بتاعت النيل الابيض وبتوصلوا صوتكم للوالي، تنسقوا مع الوالي، تقعدوا تنسقوا في الولايه، الولايه انتوا مسؤولين منها. يعني الكلام ده ما كلام ساي عشان انتوا تخلوا. فدي رسالتنا لكم، لازم تمشوا تنسقوا مع الوالي وتقعدوا مع الوالي وتشوفوا استخباراتكم التامين بتاعت الولايه بتاعتكم بتاعت النيل الابيض، عشان ما يكون الموضوع موضوع بتاع فوضى. النظاره والعموديه ولا ما عمم ولا عصايات، تامين بتاعت الرعايه بتاعتكم ديل انتوا المسؤولين منهم. يعني لازم تكون في حاميه بالغرب وحاميه بالشرق، واستخبارات بالغرب واستخبارات بالشرق. والتحيه لكم الزعيم عبد الله العميري.